هو احنا ممكن نعبد ربنا بطريقه غلط بصراحه؟ ايوه، كثير من الناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون يحسنون صنعا. صنعا. ده بنص الآية. فكثير من الناس تعبد ربنا سبحانه وتعالى خطأ، لكن على الإنسان أن يعود إلى الله عز وجل، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بما فرضه الله عز وجل عليه. ولذلك ربنا في الحديث القدسي الذي رواه الحبيب صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وما زال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. ما قالش يتقرب علي بقى بزيارة الولي أو بالاستعانة بالولي، لا. طب ما هو يا مولانا ربنا قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. حلو قوي ده، أنا عايز أقف مع دي لحظة. من عاد لي وليا فقد أذنته. من هو الولي بقى؟ في حد كاتب في بطاقته ولي ولا كاتب على صدره ولي؟ مفيش. لا. تمام. وكل إنسان هو على صلاح أنا أظنه ولي، وبالتالي أنا أظن أن حضرتك ولي، وأنت تظن أنني ولي، لأن حضرتك بتصلي الصلوات الفرض في الجماعة، حضرتك بتصلي النوافل، بتصوم الفريضة، بتصوم النوافل، بتزكي إذا كنت من أهل الزكاة، بتصدق، بتحج، بتعمل. فأنت عندي من الأولياء المتقين، وأنا كذلك عندك. فلو كل واحد نظر للآخر أنه ربما يكون ولي مش هيعاديه، يبقى المجتمع كله يعيش في إيه؟ في سلام. ما هو ده فهم للحديث. ما أنا أخاف أعاديك تحسن تبقى ولي. ما أنا لو عاديتك وأنت ولي، ما هو الأولياء إذا ما قلنا إذا حضروا لم يعرفوا، إذا غابوا لم يفتقد. مش مشاهير دعاه ولا مشاهير عباد. والله حضرتك أنا توفي رجل في قريتي كان لا يحسن، ليس عنده عقل ولا يحسن الوضوء ولا الصلاة، ولكن كان بالفطرة لا يتخلف، عارف ما يعرفش صلاة ولا يعرف وقت، وكان يجي يصلي المسجد وقت الأذان قبلها بربع ساعة يجي المسجد. وكنا احنا صغيرين ونحذفه بالحجارة زي عصر الجاهلية ونضحك ونلعب ويدخل المسجد. اختصارا لوقت البرنامج، توفي في المسجد يوم الجمعة. وده ولي ولا مش ولي؟ والراجل على المنبر ما تخلفش عن صلاة، هو ما يعرفش يعني ايه صلاة. بس المفروض ده يحتسب بقى ان هو ولي؟ ده اكيد، ده احكم له انه ولي، ده بالفطرة، هو ما عندوش عقل. تمام. لكن بالفطرة يأتي الى المسجد ويموت في المسجد. يومها قال المتحدث كلاما لا انساه، قال: لقد مات موتة لا يستطيع ان يموتها الاغنياء بما اوتوا من مال. تمام، واخد بال حضرتك؟ طيب، مثل هذا كثير نحن لا نعرفهم، نظن فيهم كذلك. يبقى المسألة محتاجة ايه؟ ان احنا كلنا نتعامل مع بعض. اخاف منك وتخاف مني ليه؟ لان ممكن يكون بينك وبين ربنا صلة، وانت خايف مني عشان ممكن يبقى بيني وبين ربنا صلة. لكن اتقرب الى الله واعبده ازاي؟ بما افترضه الله عز وجل. طب وبعدين عايز ربنا يحبنا اكثر بالنوافل. طب النوافل دي منين؟ من جنس ما افترضه الله عز وجل عليه، مش حاجه زايده. مش محتاج ازود. فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار اللي منورنا النهارده، استنونا في حلقه جديده من كلام كتير الاسبوع الجاي.